السلام عليكم احبابي الكرام. يا عم بالراحه علينا شويه يا عم انت داخل كده ماشي يا سيدي ماشي، ما عشان انتوا بقى ملوك الطريق هنا ما حدش بيكلمكم. الحي التالت، ادي الحي التالت كما لم تراه من قبل. الحي التالت بيت الوطن حرف الايه. بصراحه بدأ الشغل فيه، يعني ما كنتش شايفه كده قبل كده. اخر مره صورنا كان في هيكل حجر هاشمي وعلى استحياء، وما كانش حتى ظهرت مباني ماونتن فيو، وما كانش الكومباوند دوت خلص. اسمه ايوان او حاجه كده يعني. نقدر، انا كنت قلت لكم اسمه مره بس انا بنسى اسمه. لا ومش كده وبس، ده اللي في وشنا دوت كمان المنطقه بتاعت الاوركيد بدات فيها مباني. اللي في وشنا دي منطقه الاوركيد ما كانش فيها مباني وبدات فيها مباني. احنا دلوقتي شمال الحي الثالث، وده الشارع الشرقي اللي بيسموه محور مصر الجديده. الشارع الشرقي دوت بيطلعنا على النفق اللي هيتعمل على العاصمه ما بين الحي السابع ومنطقه الالف فدان. اللي على يميننا ده حرف الايه. حرف الايه بدأ فيه شغل، هو اكتر حرف دلوقتي اعتقد فيه شغل في الحي الثالث هو حرف الايه بصراحه يعني. واللي على شمالنا ده ماونتن فيو هايد بارك، برضو لاول مره ابدا اشوف فيلا الماونتن فيو. احنا كنا شفنا بالم هيلز وهي شغاله وعملت شغل كتير، لكن ادي ماونتن فيو بدات تظهر. بدات الفيلل بتاعه ماونتن فيو هايد بارك تظهر. خلصنا حرف الاي وبدانا حرف الدي. اللي على يميننا دلوقتي حرف الدي من على الشارع الرئيسي اللي هو محور مصر الجديده. مش عارف هدخل جوه ولا لا. ادي ماونتن فيو هايد بارك، ادي الشغل اللي بيتعمل فيها، وادي محور مصر الجديده. الحي التالت مستقبله كويس لكنه يحتاج صبر. يحتاج صبر. اللي مش فارق معاه وقت ومش فارق معاه سكن ممكن ياخد، بس لو هتشتري في التالت اشتري من شركه ثقه وتراست، لان الاسعار المباني بتغلى وتكلفه الحفر غاليه. شايفين اللي وناس شغالين في الجبل يدغدغوا فيه ازاي؟ طب كويس، انا كنت فاكر ان هم مش هيشيلوا الجبل ده، عشان كده كنت متضايق من الحته اللي في وشه في حرف الدي وحرف الاي، فكده واضح ان هي هتتشال. بيكسروا فيها اهو. طب ده كلام كويس جدا، ده كلام كويس جدا ان الجبل ده يتشال في الحي التالت. دغدغه بقى، الطريق بيتدغدغ. مواضيع الحاجات دي بعد 6-7 سنين هنبص عليها وفيديوهات بقى لما تفضل موجوده في الذاكره، الواحد يقول يا كانت المنطقه دي ايه وبقت ايه. سبحان من له الدوام، ربنا يحيينا ويحييكم. المهم هو دايما ان انت طول ما انت شغال لازم تتطلع الى المستقبل، ما تبصش تحت رجليك. ده كده حرف الاف. خلصنا حرف الاي وحرف الدي وحرف الاي، وادي حرف الاف. هندخل في الشارع الجنوبي بحيث ان احنا نخلص الشارع الشرقي وندخل في الشارع الجنوبي وندخل في قلب الحروف دي كده. ايه بالم هيلز، ادي ده كده بالم هيلز. طيب اللي في وشنا ده حرف الاف، وهيجي لنا حالا الشارع الفاصل ما بين الحي الخامس. اهي اليافطه بتاعت بالم هيلز. بالم هيلز طبعا شغاله اسرع من ماونتن فيو في الجزء دوت. خلينا ندخل الشارع الفاصل اللي ما بين الحي الثالث والحي الخامس، الشارع الجنوبي، ومنه ندخل جوه الحي الثالث من الحروف اللي في الظهر. طبعا احنا ماشيين في اتجاه الغرب، ففي انعكاس الشمس. بقيتوا انتوا اساتذه في الحته دي بقى. انعكاس الشمس بيبقى ظاهر. اللي على شمالنا ده الحي الخامس، واللي على يميننا ده الحي الثالث. الحي الخامس طبعا في شغل اكتر وهنخشه بالتفصيل وهنصور فيه. ادي الحي الثالث زي ما انتم شايفين بدأ يتعمل فيه الطرق. ده على يميننا ده حرف الاف، بقى في شغل كويس حرف الاف اهوت. ممكن نخش في الشارع اللي فاصل اللي ما بين حرف الاف وحرف الجي مثلا، او ما بين الجي والاي، لان ما بين الجي والاي هو هتلاقوا شوارع كبيره اللي هي فواصل 32 متر. اعتقد هو ده ما بين الجي والاي. خلينا نشوف كده. لا ده مش ما بين الجي والاي، ده ما بين الاف والجي. الشارع دوت ما بين الاف والجي. لا انا عايز اخش الشارع اللي بعده اللي ما بين الجي والاي، جي جوجل والاي.
خلونا نخش ما بين الجي والاي ونمشي شويه، وبعد كده نكمل بقيه الفيديو من جوه شويه، ونطلع بعد كده على الحد الغربي. هاني دهوت المفروض الفاصل جاي، الفاصل جاي. يا رب بس يلاقوا لنا دخله ونخش. دخلونا ولا مش ناويين ولا ايه؟ يا رب. أوه. ده ايه دي؟ دخله، دي دخله ايه؟ دي دخله فاصل. دخله الفاصل. بسم الله بسم الله. اوكي، احنا كده داخلين في الشارع اللي ما بين حرف الجي وحرف الاي. يعني القطعه اللي على يميننا دي بتتبني في حرف الجي للشاري في الجي يبقى عارف، واللي على شمالنا دي بتتبني في حرف الاي. ده بدأوا يسفلتوا طرق داخليه اهوت كمان في الحي الثالث. كلام جميل. واحنا ماشيين اهوت، ماشيين ما بين الجي والاي، وممكن ندخل ما بين الاي والجي، الاي والجي، عشان برضو تبقوا شايفين الدنيا. بصوا ده حاجه في حرف الاي، ده ما بين الاي وبعضها. الشارع ده ما بين الاي وبعضها اهو، شارع داخلي 18 متر بين الاي وبعضها. سفلتوه تمام. وهندخل تاني. المباني دي في حرف الاي يا جماعه، المباني اللي على يميننا دي في حرف الاي في الحي الثالث، للي عايز يعرف المنطقه بتاعته واللي عايز يفهم هو فين. المباني دي في حرف الاي في الحي الثالث، واحنا ماشيين هنطلع حالا يمين اول ما نلاقي فتحه على حرف الجي بحيث اللي انتوا تشوفوا. طبعا احنا كده ماشيين في الحي الثالث كما لم نمشي فيه من قبل. ما مشيناش المشي ده قبل كده، ما مشيناش في الحي الثالث المشي ده قبل كده، واول مره امشي في شارع مسافلت في الحي الثالث. المهم anyway احنا كده جبنا الفيديو الثاني بتاع الحي الثالث، وهنصور لكم الفيديو الاخير ان شاء الله بتاع الحي الثالث اللي فيه الجزء الغربي ومنطقه الفيزون وما الى ذلك. ارجو ان انتوا يكون فاتكم الفيديو دوت. طبعا الدنيا واقفه زي ما انتم شايفين، خلونا نلف ونكمل عشان نشوف هنصور الجزء الثالث منين، ويلا بينا عشان نكمل سوا الجزء الثالث.